مساء الهنا والسعادة على أحلى ناس موجودين في الدنيا كلها، حبايب قلبي الغاليين. عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بألف خير وصحة وسعادة وهنا وراحة بال. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد. بدأنا في عام جديد أهوت، ربنا يجعله عام سعيد علينا وعلى الكل إن شاء الله، ويكون أفضل من العام اللي فات، واللي ما حققش حاجة ربنا يحققها له إن شاء الله. إيه رأيكم النهاردة نزور مع بعض مكان مختلف، معلم أثري مهم جدا موجود في مصر في بلدنا الحبيبة. تقريبا محدش كتير يعرف عنه حاجة. هو موجود بالتحديد في محافظة الشرقية بالقرب من مدينة الزقازيق، وهو حبايب الغاليين منطقة آثار تل بسطة. ايه رأيكم النهاردة نروح نزور منطقة آثار تل بسطة وندخل متحف تل بسطة، نتفرج على القطعة الأثرية الموجودة الثمينة الموجودة هناك، ونحاول نعرف مع بعض معلومات ولو بسيطة عن تاريخ المكان الجميل ده. يلا بينا مع بعض نروح نزور تل بسطة ونبدأ جولتنا عند مدخل مصر الشرقي، وتحديدا في محافظة الشرقية، وعلى بعد 8 كيلو متر من مدينة الزقازيق بتقع منطقة آثار تل بسطة، اللي بتعتبر من أهم المراكز الدينية وإحدى عواصم مصر القديمة، واللي كمان بسبب موقعها المتميز في المدخل الشرقي لمصر واجهت أفواج القادمين من الشرق عن طريق سيناء، وكمان عصرت العديد من الغزوات والفاتحين. والأهم من ده كله حبايبنا الغاليين إنها كانت معبر ومقر مؤقت للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام وقت ما جم لمصر. تعالوا مع بعض نتعرف على التاريخ العظيم لمنطقة تل بسطة. مدينة بوباستس، وده اسمها الأصلي، واللي موجودة بالقرب من مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وهي واحدة من أكبر المدن القديمة في مصر، واتسمت بالاسم ده نسبة للمعبودة العظيمة للمدينة الإلهة بسطت، إلهة الحب والخصوبة، اللي كانت على شكل قطة رشيقة، وأصبحت عاصمة للبلاد حوالي سنة 945 قبل الميلاد في عهد الملك شيشونج الأول، وده كان مؤسس الأسرة ال22. لكن للأسف المدينة اتخربت تماما على إيد الفرس سنة 350 قبل الميلاد. وكمان يا جماعة عاوز أقول لكم إن معبد المدينة بدأ تشييده في عهد الملك خوفو والملك خفرع من الأسرة الرابعة. يلا بينا بقى مع بعض ندخل متحف تل بسطة ونتفرج على القطع الأثرية الموجودة جوه، ونتعرف مع بعض على تاريخها العظيم. هنا بنلاقي العرض الأول اللي هو عبارة عن آلهة المصري القديم، هنشوف فيها مجموعة من التماثيل مختلفة الأحجام والأشكال، لكل منهم مهمة مختلفة. وفي العرض الثاني وهو عبارة عن الإلهة بسطت، وهي إلهة الحب والخصوبة، عبارة عن قطتين، قطة سوداء مصنوعة من البرونز، والتانية لونها أبيض مصنوعة من الحجر الجيري. أما ده فحجر موجود بجوار العرض مرسوم عليه نقوش ورسومات باللغة المصرية القديمة. وده بقى العرض الثالث وهو أدوات الصيد والاستخدام اليومية، وبتجمع أشكال مختلفة ومتنوعة في الأحجام من أدوات الصيد، زي السكاكين اللي استخدمت في توفير المواد الخام زي النحاس والبرونز، واستخدمت كمان في تقطيع مواد الطهي، وتم العثور على كتير من الأدوات دي زي البلطات والسهام والرماح وأدوات الصيد البحري. أما بقى العرض الرابع وهو الفخار، واللي بيدل على شدة إتقان المصري القديم في تشكيل الأواني من مواد كتير
زي الفخار والمرمر والحجر والبرونز، واتشكلت بطرق كتيرة زي ما احنا شايفين، وهي عبارة عن كؤوس وأطباق وطواجن وغيرها كتير. وكانت كمان بتستخدم لعمل النبيذ وشرب المية وحفظ الزيوت، وكانت بتستخدم في المعابد في صب اللبن والنبيذ والمية في وقت إقامة الشعائر داخل المعابد. أما في العرض الخامس فبنشوف فيه تمثال لملك مصنوع من الحجر الرملي، لكن للأسف التمثال غير معروف بسبب كسر الأنف والإيدين، لكن بيقال إنه تمثال للملك رمسيس الثاني. أما هنا هنشوف تمثال من الحجر الجيري لملك مفقود الهوية وإيده مبسوطة، وده دليل على الرخاء في فترة حكمه. أما بقى في العرض اللي قدامنا التاني ده فبنلاقي أحجام مختلفة من الفخار بتدل على براعة المصري القديم في تشكيلها، وكانت لاستخدامات كتير أهمها الكحل. وكان المصري بيستخدم الكحل عن طريق عود صغير من أعواد العاج، وبيتم غمسه في مادة دهنية علشان يساعده على لزق الكحل لعلاج أمراض العين. وهنا بنلاقي أدوات الزينة، وهي عبارة عن فاترينة كبيرة من القلادات والخواتم والسلاسل المصنوعة من أنياب الحيوانات والعظام. كان بيستخدمها الرجال والنساء، وبيرتديها الملوك من الذهب، لكن عامة الناس كانوا بيلبسوها على حسب مقدرتهم، وكل لون بيرمز لشيء معين. يعني مثلا اللون الأزرق بيرمز للون زراءة المية والحياة الأبدية، أما اللون الأخضر فكان بيرمز لآلهة الموت في العالم الآخر. أما اللون الأصفر يا جماعة فكان بيرمز للذهب، والخواتم على شكل مربع أو مستطيل لسهولة نقش الاسم وكتابة الرموز علشان تجلب الحظ. وهنا وفي العرض ده بنلاقي بعض القطع من الفخار برضو كانت بتستخدم في حفظ الكحل والزيوت والعطور. ومن فوق بنلاقي 3 مرايات على شكل دائري كانوا بيستخدموها في تثبيت الكحل وحاجات تانية كتير. هنا بقى بنشوف مع بعض فاترينا بتحتوي على العملات التجارية اللي استخدمها المصريين القدماء مع دول آسيا الصغرى وبلاد الإغريق. وأول دار لصك العملة يا جماعة كانت في اسكندرية، واللي أنشأها الإسكندر الأكبر في ظل حكم الإمبراطورية الرومانية. أما في الفاترينا اللي قدامنا دي بقى حبايبنا الغاليين بنشوف مع بعض مجموعة من التمائم اللي استخدمت كحولي بيرتديها الشخص أو بيحملها أو بيقدمها لأحد معبوداته أو بيعلقها في بيته لاعتقاداته بالقوة السحرية اللي موجودة جواها علشان تحميه من الشر وتجلب له النفع والخير. وكانت التمائم دي واخدة شكل المعبودات زي إيزيس وغيرهم من الآلهة. هنا بقى بنشوف تماثيل تراكوتا الفخارية اللي اتميزت بالرشاقة والجمال ودقة تسريحات الشعر والألوان الزاهية، وكمان رخص التكلفة لأنها كانت صغيرة في الحجم ومصنوعة من الطينة المحلية. في العرض اللي قدامنا ده فالفاترينا دي بقى فيها المسارج والإضاءات. وهنا حبايبنا الغاليين بنشوف مدى اهتمام المصري القديم بصناعة الفخار لتوافر المواد الخام اللي بتيجي من الطين المصري، واستخدمت المسارج دي للإضاءة للمساعدة على الرؤية والعمل بالليل، وكمان كانت بتستخدم في الجنائز واستخدامات تانية في المقابر. وكانت عبارة عن صحن مليان بالزيت والملح وبيطفو فوقه الفتيل. أما في العرض اللي قدامنا ده هنلاقي مجموعة من التماثيل مختلفة الأحجام مصنوعة من البرونز وأحجار البيانس والخشب والطين، على حد اعتقاد المصري القديم إن التماثيل بتقوم بالزراعة والري والحصاد بالنيابة عن المتوفي. وبلغت عدد التماثيل في عهد الدولة الحديثة 365 تمثال. وموجود في نفس الفاترينا مجموعة أشكال مختلفة من الأواني الكانوبية اللي بتحفظ الأحشاء واستخرجت من جسم المتوفي، وآمن بها المصريين القدماء جدا، وآمن بأهميتها علشان يبعث المتوفي في العالم الآخر.
حبايبنا الغاليين، بتكون جولتنا النهارده خلصت في قلب منطقه اثار تل بسطه بمدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه. اتمنى ان تكون الجوله النهارده عجبتكم، واكون قدرت امتعكم بجوله حلوه وظريفه، واكون كمان قدرت افيدكم بمعلومات تاريخيه عن المكان الاثري الجميل والمعلم الديني المهم جدا اللي موجود في بلدنا، وتقريبا زي ما انا قلت لكم انه يعتبر مهدور حقه محدش بيزوره كتير. اتمنى من الناس كلها انها تروح تزوره وتتفرج على اثار بلدنا الحلوه ومعالم بلدنا الجميله. واتمنى ان يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم. اشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد ومكان جديد ومعلم اثري جديد من معالم بلدنا الحلوه. قبل ما اختم ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.